يعني هموم الحياة، كنت معتقل بصيدنايا، ما صار لي شيء طالع. احكي لي كيف اعتقلوك وكيف كان الوضع جوا؟ مأساوي مع الأسف، تهمة تعامل مع إسرائيل. يعني هي أقل تهمة بوجهوها لأي مواطن سوري. ايه ضليت شي 5-6 سنين تقريبا، ما بعرف، كانت مرتي حامل وقت دخلت، طلعت ما بعرف شي، يعني طلعت لحتى تعرفت على أهلي، ضليت فترة وأنا معاق، إيدي اليمين رايحة. شو بتقول للحكومة الجديدة؟ الله سبحانه وتعالى ييسر أمرهم ويسدد خطاهم، وإن شاء الله يتلافوا الأخطاء اللي عم نقع فيها كثير. يعني هلأ هن الحكومة الحالية حكومة حق، يعني هذا اللي نحن بحاجته، بس الأثر السلبي إنه في فوضى، وهي الفوضى ما بكبسة زر بتصير، بدها زمن، فترة زمنية لحتى تنضبط الأمور. ونتمنى انه تكون الضوابط والانظمه الموضوعه على خدمه المواطن تكون فعاله وتكون قيد الانشاء، يعني انه على السريع ما يكون في تباطؤ بالحركه. خلي لي روحك يا رب. سوريا للافضل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ما في شيء بيصير الا باذن الله ان شاء الله. اذا راد رب العالمين كل شيء بيصير. السؤال هيك خالتي هيك سريع، تعال شو العيون الحلوه اول شيء؟ خلي لنا اياكي يا رب. هدول ورسناهم 2 زائد 2 4. تفضلي، ربحتي معنا هيك قسيمه مقدمه من محل سندويشه. مبسوطه؟ سلمون يا رب كثير. لما طلع شو كان الحمد لله، الحمد لله ما صدقت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بيوم من الايام حسيتي انه هو ممكن كان راح او شيء؟ ايه على طول افكر التفكير. كان يخبروك انه ابنك ممكن انه يكون مات؟ ما يقولوا لي ما معنا، يقولوا لي ما معنا. اروح وانا مرة عاجزة، اروح على الشام وارجع ويقولوا لي ما معنا. طيب تفضلي، ربحتي معنا هي كمان، ويخلي لنا هالدموع، وان شاء الله هيك يا رب الايام الجاي افضل. بدنا نكون مبسوطين، هي الدموع الجاي دموع فرح. بدنا الكهرباء، الله يحن عليكم كله للايام الجاي باذن الله، الكهرباء والمي والنت، الله يقويكم، حياتنا الحلوه جاي كل شيء الله يقويكم. المهم خلصنا من مين؟ خلصنا من الظلم، من الظلم، خلي لي خلصنا من الظلم. يعني هو مو واحد، رأس الفساد واحد بس اللي وراه كثير. يعني كانت الموظفين بالدولة، المؤسسات الحكومية ورثت الفساد وراثة منه مع الأسف. صارت ممنهجة، يعني سرقة ممنهجة، خراب ممنهج. يعني احنا عم نحكي عن 50 سنة تقريبا. 50 سنة أبو زارع. يعني هلا روح على السجن القديم، السجن القديم اللي تحت القلعة، بتشوف سجون تحت الأرض. يعني هذا ورثانا من أبوه. هلا حاليا نعم. تحت الأرض، تحت الأرض طابق أو طابقين بسجن القلعة القديم. نعم. فخلصنا من الفساد والحمد لله رب العالمين. خلصنا، بس بدنا هالفوضى اللي موجودة حاليا ببعض الأماكن المزدوية اللي ما يسلط عليها الإضاءة، تتسلط عليها الإضاءة، ويتسنى للحكومة الله هيك يمد بخطاهم انه يعني يعالجوا هي الاخطاء ويتلافوها، وان شاء الله الامور لقدام احسن. ان شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم. بدي اسالك هيك كم سؤال وبتربح معنا. تفضل. شو لون التاكسي؟ تاكسي صفراء. برافو. تفضل، ربحت معنا قسيمه مقدمه من محل سندويشه بحي المشهد. السؤال الثاني، علم سوريا كم نجمه؟ 3 نجام. برافو. تفضل. بشكل عام احكي لي عن الوضع، كيف شايف الوضع؟ والله الوضع احسن تمام الحمد لله، يعني افضل من قبل بكثير، وان شاء الله الجاي احسن بكثير ان شاء الله. طيب بشكل عام وضعك انت مرتاح مبسوط؟ لا في راحه نفسيه، يعني ارتحنا افضل من قبل وعم نشتغل الحمد لله. شو بتقول للحكومه الجديده؟ شو بتوجه لهم رساله؟ نوجه لهم يعني انه يتحسن هالوضع وننسى الماضي كله ونفتح حياه جديده وامل جديد وحياه جديده ان شاء الله. يعني سوريا للافضل ان شاء الله. سوريا للافضل والاحسن باذن الله. شو هالوجه الحلو؟ وجه حلو. خلي لنا اياك يا رب. الله يسعدك. سؤال هيك سريع. ايش عندك؟ هدول كم؟ 5. لك برافو. 5. تفضل، ربحت معنا هيك قسيمه مقدمه من محل سندويشه بحي المشهد. بشكل عام احكيني عن الوضع، مبسوط؟ الحمد لله. كيف شايف الوضع قبل وكيف شايف هلا؟ لا والله الحمد لله.
الوضع اليوم جيد جدا، الوضع كويس هلا جدا جدا. يعني انت برايك انه كيف كان الشعب عايش على ايام بشار الاسد وكيف هلا؟ شو الفرق؟ شو الاختلاف اللي صار؟ والله الحمد لله، الحمد لله، الله مفضل علينا والله، والحمد لله الله يعطينا، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شو بتقول للحكومه الجديده؟ لك الحمد لله، يحيى العدل، يحيى العدل، الحمد لله رب العالمين، الله يقويهم ويعطيهم العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا مرحبا. بدنا نسالك هيك كم سؤال ونربحك، شو رايك؟ على راسي، تفضل. طيب شو عاصمه المغرب؟ المغرب، اللهم صل على النبي. المغرب الرباط. برافو برافو، تفضل. ربحت معنا هيك قسيمه مقدمه من محل سندويشه. سؤال ثاني، 2 ضرب 2. 2 ضرب 4. برافو برافو، تفضل. احكيني عن وضعك. الحمد لله مستورة، مستورة عايشين. احكي لي اكثر، انت شلون شايف وضعك؟ يعني بدي احكي لك ما خلى علينا شيء النظام، شلحنا كل شيء، كان عندي زيتون قصوا لي شجر، البيت انتهب، ما فيش ضال. شو بتقول للحكومه الجديده؟ بقول الله بياخذ بيدهم هيك وينصرهم ويضلوا هيك ويطلعوا على العالم هيك، يهتموا في الناس وما يضل هيك، ان شاء الله هيك التفرقه، نخلص من التفرقه ونصير ايد وحده. انت شايف الوضع للافضل؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني سوريا للافضل. متفائل كثير، متفائل ان شاء الله، الحمد لله. الله يعطيك العافيه. سوريا كم حرف؟ سوريا شي 6 أحرف. لا 6. سوريا شي 5 أحرف. 5 6 نفس الشيء. تفضل، ربحت معنا قسيمه مقدمه من محل سندويشه. السؤال الثاني، شو عاصمة سوريا؟ عاصمة سوريا دمشق. يعني مو حلب، حمص؟ لا دمشق. حلاوة الجبن حمصية ولا حموية؟ والله في حموية وفي حمصية. ليش مو حلبية خيو؟ ما بعرف. خليها تكون إلنا، ما بنستاهل تكون إلنا؟ إن شاء الله. حياة صعبة، كانت الحياة معدمة خالص لا آخر شيء يعني لقمة الخبز ما كنا عم نشبعها، هيك لك ربطة الخبز بنروح نجيبها أحيانا ما نحسن نجيبها من هالوضع اللي عدينا فيه الفترة الطويلة اللي صارت. الحمد لله الحمد لله. وهلا الله فرجها، والله بجاه الحبيب محمد ليخجل الكل. متفائل؟ إن شاء الله متفائلين من عند الله ومن عند الحكومة اللي استلمت. إن شاء الله يا رب. احنا أملنا بالله فيها. إن شاء الله إن شاء الله، ويخلي لنا الشيبة الحلوة، والله يخليك يا رب. الله يوفقكم، الله لا يخجلكم الله يسلمك، الله يسلمك يا رب. وشكرا كثير. مرحبا يا عم. اهلين يا عم. هلا. بدنا هيك نسألك كم سؤال. تفضل عمي. 3 زائد 3. 6. 6. مبروك. الله معنا قسيمة مقدمة من محل سندويشة بحلب. الله 4 ب3. 7. مبروك. الله يبارك. خلينا على الشيبة الحلوة. عمو احكي لي عن وضعك. وضعي أنا عمري 65 سنة. تمام. وعامل عملية ديسك ومركب صفايح وبراغي وما عم بحسن بشتغل شيء هلا بيرك حاليا. طيب. يعني المعيشة شوي بالبيت لا يوصل. كم ولد عندك؟ عندي 4، واحد متجوز بيته أجار والثاني عزابية عم يشتغلوا، ومصروف لهالبيت أنا ما بعرف أحسن بشتغل شيء بإيدي. طيب. ووضع يعني الله بيعلم ورسوله، ونحن بنتأمل من هالحكومة الجديدة اللي استلمت الله ييسر أمره ويوفقه ولا يخجل الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. آمنا بالله. كيف كانت الحياة قبل؟